بسم الله الرحمن الرحيم. زي هذا الشيء الدواء بكرة توي يسوي كل شيء. الحمد لله. لازم يبغى استمرار. اخواني، هذا اخي مبخوت السابق الذي عملت معه لقاء، هو اليوم زارني جزاه الله خير. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، صحته زي العسل. الحمد لله. ابو سعيد كيف حالك؟ من فضل الله، هذا من فضل الله. طيب حبيبي، شو اخبارك؟ والله بخير، الله يعطيك العافية. الله يشفيك والعافيه. جميعا ان شاء الله. امين. ابو سعيد، انت تقول لي كان عندك زياره الى شروره لمده اسبوعين صح؟ ان شاء الله. الاسبوعين اللي راحت. ما شاء الله تبارك الله. أيوة. لكن ما غسلت هناك صح؟ والله ما غسلت الا في الباحث. الحمد لله. ما تاثرت الحمد لله. ما تاثرت والله، عاديتي طبيعتي هي نشيط ما شاء الله. نشيط وثقتي في نفسي هي ما في شيء يعني. وعادي تاكل وتشرب. اكل واشرب الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله الحمد لله. هنا في المستشفى نعم. حتى البنات قالوا لي ابوي كانك ما تروح تغسل شوي، قلت لك يمكن تتعب، قلت الحمد لله. قالوا لك اسبوعين ما غسلت. ما تغسل، انت كل يوم تغسل يقول. الحمد لله ما تاثرت، اللهم لك الحمد. لا والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بس هناك الحراره ساعدتنا شوي يعني. اي تفرز المويه من جسمك وكذا. بالضبط. ابو سعيد، انت قلت لي قبل فتره ان لما كنت تغسل زمان كانت تحتبس المويه في صدرك بعض الاحيان. ايوه صادق. هذه تجي لحقين الكلى. اي والله. الان الحمد لله ما عاد تجي. والله ما عاد في شيء. الحمد لله. حتى الدكتور يقول لي هذه النقطه طيبه معك. الحمد لله. لان الصدر هذا ما هو بسيط يعني، تحتبس المويه فيه. يصير لك كتمه لا ان شاء الله تجي لك وفاه. اوه ممكن تتوفى من المويه هذه. أيوه. الان ما عاد تجيك الحمد لله. لانها مويه ما هي نظيفه، ما تدخل هنا الا كذا تعبانه المويه. اي ما في كذا تفرز الاوساخ منها. الله يشفيك بالعافيه. اخبرتني يا ابو سعيد بانك سابقا قبل ما تاخذ الفطر الريشي هذا والعصير ان جسمك كان يجي حكه شديده. يقول لك حتى بالخشبه اجيبها اسويها كذا. لا اله الا الله. لا يا اخي شيء، لا الله لا يرويك اياه، بس الله لا يرويك اياه. الحمد لله. الله يشفيك ويشفي جميع المرضى. انبط على بطني ويجي الولد هكذا يسوي. رايح جاي. الله المستعان الله المستعان. الحمد لله. الان كم لك يا نعمه كبيره شوفها والله العظيم. الحمد لله. والله نعمه كبيره صراحه بقول. كم لك الان ما جت الحكه هذه الحمد لله بجسمك؟ والله يمكن لي حوالي 3 شهور الحين. الحمد لله. 3 شهور او 4 شهور. الحمد لله الحمد لله. 3 الله يشفيك والعافيه. الله يشفيك. انام طبيعي. احيانا ما اذكرها، قلت خاف يوم اذكرها ترجع خاف. لهذا الدرجه. اصبحت يعني حاله نفسيه يعني لا الحمد لله. لا هذا كثير موجود. سنين يمكن تنتهي سنوات وانا بهدل يا اخي. الحمد لله. والله لكن الحمد لله الحمد لله لكن الحمد الشكر يا رب. الله يعطيك العافيه. اليوم جيتني ابو سعيد لتاخذ مجموعه من المنتجات، الله يعطيك العافيه. وقابلت المهندس يحيى الزهراني جزاه الله خير، تبرع لك بفطر الريشي، الله يعطيه العافيه ويخلفه خير في جسمه وفي اهله. والاخوان في جده كذلك الدكتور رائد الله يحفظه تبرع بكردي سيبس للنشاط، وابو فيصل ب4 علب عصير مورينزي. واي شيء ينقصك احنا مستعدين، احنا اخوه في الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى نبذلها للناس ونبذلها ونقول للناس يا ناس اتجهوا الى هذه المكملات الغذائيه الطيبه التي ترفع مناعتكم وكذا الى اخره. اظنك قلت لي انك الحمد لله كنت سابقا يعني البرد يجيك برد شديد. الدرج حقي ما طلع الا 3 مراحل. اول مرحله وجلس لي 5 دقائق، ومرحله ثانيه كمان ما اقدر. زين اذا ما اقدر ارفعها الا شوي. الله المستعان. انا الحمد لله لا بلعب كوره انا بلعب كوره. ما شاء الله تبارك الله. الله يشفيك بالعافيه. الحمد لله. والله انها نعمه. شوف سبحان الصحه ما زي هذا. صحيح. الصحه تاج. الصحة تاج فعلا، ولا يعرفها إلا من فقدها. اللي يفقدها يشعر بها. الحمد لله الحمد لله. هذا فضل الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتمم عليك العافية والصحة، وأن يشرح صدرك، وأن يوسع في رزقك ويعينك على هذه الأمراض. ولكن إن شاء الله بإذن الله عز وجل يعني الله سبحانه وتعالى يعني مع عباده بإذنه سبحانه وتعالى. السيارة اللي يمكن سنين ما سوقها السيارة، الآن تسوقها الحمد لله. الحمد لله. رحت لها جدة، رحت بها مكة، ورحت لنا عيالي وكل حاجة.
الحمد لله الحمد لله، هذه نعمة من الله عز وجل يا أخي. الحمد لله، احنا نعتبر أن هذا اختبار، لأن رحت أنت إلى شرورة، عندكم هناك عزاء وكذا، نسأل الله أن يرحم الميت هناك وأن يعين أهله. فأسبوعين هذا اختبار لك ما شاء الله للكل. الحمد لله ما تأثرت، الحمد لله ما كنت تحتاج غسيل، مع أنك حرصت هناك ولكن طالبوك بأوراق، لكن الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نرسل هناك مستشفى يقول لك ما نقدر نرسل لك، تعال شيل تبغى أنت. طبعا لما جيت هنا، وكم كمية المويه بعد أسبوعين؟ كيلو شوي. ما شاء الله ما شاء الله، هذا نعمة من الله. نعمة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللي تبول هو أهم شيء يا أخي. صحيح. ينسمك كثير. ينسمك كثير. الله يعطيك العافية أبو سعيد، وشكرا لزيارتك. هذا لقاء ثاني يعني قمنا بتسجيله مع الأخ مبخوت أبو سعيد. لعل الإخوان الناس المرضى يهتمون بهذا الجانب، جانب الصحة. وعموما احنا لا نتحدث في الأشياء الطبية خاصة من الأدوية، لكن مهما يكون الأدوية بعض الأحيان الكيماوية لا شك في ضررها على جسم الإنسان. الجسم يحتاج إلى أشياء عضوية طبيعية، مكملات غذائية تنفع جسمه، ترفع مناعته، تخرج السموم من جسمه. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. قمنا بهذا اللقاء في هذا اليوم مع الأخ مبخوت، أخوكم عبد الرحمن بن ناصر العمري، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.